بعوش بودرامة بالاول، بوقرة في الدفاع وسط ميدان، ميسال مرباح بن شعيرة امام منذر طمين، ابراهيم ديب بالحسيني، وفي المقدمه زكريا بن الشعة. مواجهه اليوم بين خير الدين مطوي المدرب اللي قاد الصيف للفوز بالتشامبيونز ليج 2014 ومعين اللي فاز بلقب هذه البطوله مرتين مع الترجي 2018 و2019. نهضة بركان للمره الخامسه يصل لنصف نهائي الكونفدراليه، وبالتالي يتساوى، وبالتالي سجل رقم قياسي. كرة أولى لبركان 1-0 1-0 أول 10 ثواني هدف لصالح البرتقالي. البرتقالي سجل هدف من حجرات الملابس، يسجل كرة أولى في توقيت مبكر عن طريق اللاعب يوسف ميري. يتفاجأ الفريق الجزائري بكرة أولى في مرماه. هي البداية. ستيف تخطى موطأ اتحاد العاصمة وبركان تجاوز رغبة من جانب الشعباني في تحقيق موسم مثالي في ملعب بركان لمساندة النهضة. هذه العرضية عند كل فريق فيما الجزائر لقب وحيد كان من خلال على مستوى هذه المواعيد امام لخير الدين مضوي يقال مباراة الساعة 3-0 وضرب بمعك في الدور النهائي. كرة خطيرة الثاني، لا العارضة، الكرة من أسامة. دفاع الجزائري يعاني، ثاني كرة، ثاني اختبار، ولكن هذه المرة العارضة يا أسامة. أسامة البلاوي منعود، ترجع كرة لوراء، تمريرة من البحيري يحاول مرور، بول تطول الكرة عليه، تطول الضياع على السنغالي، ضربة مرمى للصالح وخسر اللقب. كرة منطقة جزاء بركان يبعث كرة دفاع 2022 على اورلاندو بايرتس. كرة خطيرة، كرة خطيرة جدا، جاوزت الدفاع الجزائري، عرضية من جانب حكم. كرة في منطقة الفريق الجزائري، خطورة من بركان، فرصة خطيرة والدفاع الفريق المغربي بسهولة. في اليمين هيثم منعود، عرضية من منعود والدفاع الجزائري بصعوبة. ركنية لصالح الفريق البرتقالي. كرة عند 8 ايوب خيري يرفع كرة خيري، راسية بالشبكة ثاني، والهدف الثاني للبرتقال الرهيب، راسية في الشبكة. بولو باسين السنغالي ولد التيرانجا يرتقي الكرة يتطاول لها، يخالط زكريا بوحلفاية. ثاني اهداف النهضة بركانية امامنا، عاشق للصنفور مصدومة 2-0 وبداية رائعة للفريق البركاني. 2-0 النهضة بركانية، فريق يتمتع بخبرة كبيرة، يتمتع بخبرة، يمتلك التجربة، يمتلك حسب الفريق اللي تألق في الدور الأول اتحاد العاصمة اللي 14 نقطة، ولكن امام الصنفور توقف، اكتفى بال1-0. هنا كرة خطيرة، فرصة الثالث والدفاع يتصدى في آخر لحظة. مشاكل بالجملة في دفاعات البرتقال القوي. كرة منطقة جزاء تبعد من دفاعات الصنفور الكونغولي. كرة منطقة جزاء وسنتينا تم تنفيذ، كرة تلعب منطقة جزاء بركان لمحمدي، خروج بداية من خلاله الصنفور. هذه عرضية سهلة عند المحمدي تتجاوز هذه البطولة. كرة توصل طويلة، متابعة من عسال جزائرية الآن. كرة قسنطينة ينطلق الصنفور والدفاع. هيثم منعود الكرة الأخيرة بعيدة. بركان بينية باتجاه الملاوي مر الملاوي، محاولة مستمرة وابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة. تلك المحاولة الآن لصالح اللاعب بعوش والكرة تبعد في آخر لحظة. شوف الإعادة أمامنا البينية والدفاع. الملاوي أمامنا الملاوي رقم 9 ملاوي سعد ديب يلعب كرة ديب منطقة بركان، كرة تضيع على منعود من المدرب التونسي معين الشكور ابراهيم ديب في منطقة بركان. ترجع من الدفاع المغربي، ترسل طويلة وصفارة الشلماني تعلن انتهاء
دقائق وزمن الشوط الاول في هذا الحيوان المغربي بركان المغربي. وصل معروف عليه بقوت على ميدانه ان بلوغه لهذا الدور لم يكن نتيجه صدفه. كرة ترفع للمستقبل الاول تتحول الى ضربة مرمى. متابعة كاوي حمزة ينجح في الكرة. حمزة خطيرة جدا. رمي التماس تتفت الكرة بسرعة. محاولة خطيرة من بن شاع استلام من خيري. كرة في اليمين منعوط والثالث. والهدف الثالث بركان يسجل. أسامة المليوي كملها. المليوي يضع كرة في الشبكة اكتملت في شبكة السنافر. الهدف الثالث للبرتقال المتوهج. اكتملت الجملة التكتيكية في شباك قسنطينة 3-0. بركان نوم الصنفور وبعدها وجه الضربة الثالثة. الهدف الثالث. شوف الإعادة شوف الكرة مررها خيري منعوت عرضية وأسامة انطلاقة لبركان الآن. هنا العرضية الخطيرة يقتل حارس الابعاد. تبقى المحاولة قائمة ولكن تبعد كرة من بوغيرا. ترجع مغربية إصابة لاعب فريق بركان 1-4-1. هنا كرة أسامة الخطير يراوغ فرصة للرابع والحارس يتصدى. كرة الملاوي أسامة تصدى لي أبو حلفية. ما زالت المشاكل في دفاعات قسنطينة مستمرة. تيد مرمى قسنطينة باحثا عن الهدف الرابع. تحيف كرة في العمق من تحيف والدفاع الجزائري موجود من خلال بوغيرا يرجعها للوراء. محاولة جزائرية كرة بعيدة لبن شاع. الملاوي أسامة الملاوي سدد كرة صد عليها ببراعة. يتدخل خيري للدين مطوي وهذه كرة بعيدة لمرمى الحارس سالم حمدي. ضربة مرمى لصالح بركان. من خلالها فريق بركان تنتهي الكرة السهلة. هنا كرة لبركان الملولي مرر فرصة للفريق المغربي. أسامة والدفاع الجزائري مازال يعاني. هنا كرة توقع عن شو مستمر للبرتقالي والراسية عند الحارس ابو حلفي. استبدال في صفوف بركان امامنا المهاجم بول باسيني 11. هنا كرة لقسنطينة تنتهي بركان. عرضية خطيرة ممكن جول ضيعها بالحسيني اخطر كرة من عبد النور مساوي يتقدم اختار التسديد. كرة تصطدم مع المباراة. ثنائية في الشوط اول الفريق الجزائري. هنا كرة لصالح طمين يبعث الجزائري تبعت من حمزة مساوي يرجعها التحيف مكان مهيري. ترفع كرة من شمس الدين يتكهن بهذه النتيجة 3-0 ولكن الامور تقريبا انتهت وحسمت مبكرا لنصدر حكم قاطع. ولكن 18 رياحي عماد الرياحي عرضيه سهله عند زكريا ابو حلفيه من اجل كورتين 2-0 لكن بركان لا يسمح. كره يسترجعها منعوت اقرب الطمين جانب لعب فريق قسنطينة. عرضيه ديب يستعد للتنفيذ يرفع كوره ابراهيم ديب لمحمد بينيه وتصدم الدفاع تبقى قائمه. فرصه الهدف الرابع عن طريق الملاوي. كوره اسكنها الشباك لمسه واحده خفيفه تجاوزت ابو حلفيه. الهدف الرابع يأكد انهيار الدفاع الجزائري والاخطاء متكرره. فرصه للرابع الحق بركان الاقوى الافضل لم ينسى 4 غلطه. شوفوا الغلطه في بعد الكوره مرت كوره عند اسامه يمرر. الهدف الرابع اسامه الملاوي لمعلم. نتيجه صعبه على ممثل الكره الجزائريه.